تعال اقول لك ليه كورس الاخصائي النفسي المحترف هيغير من شكل التدريب في المجال النفسي في مصر وفي الوطن العربي كله. ده لكذا سبب مهم جدا. اولا، الكورس كل دروسه اونلاين مسجله معاك مدى الحياه، تقدر تشوفها في اي وقت وفي اي مكان زي ما تحب. دايما الكورسات الاونلاين المعتاد عليها ان هي كورسات لايف، لكن انا بقول لك الفيديوهات والدروس كلها معاك مدى حياتك. حاولت ان انا اعمل لك حاجه تكون معاك بكواليتي محترمه فتقدر ترجع لها في اي وقت. تاني حاجه، انا بشرح لك خبره شغلي، مش معتمده على المعلومه وبس، لان زي ما قلت لك في فيديوهات قبل كده المعلومات المحترمه موجوده في كتب قويه جدا وكتير جدا، تقدر تجيبها من اي حته وتقدر تدور عليها وتقدر تتعلم لوحدك. لكن انت تلاقي حد بيقول لك خبره شغلته واشتغل ازاي وعايزك تحاول تشتغل بطريقه احسن منه مش بس زيه، ده مش هتلاقيه في كورسات كتير. بشرح لك خبره شغلي من 2013 لحد دلوقتي. ومش بس كده، كمان الكورس كمان متجدد، يعني كل يوم فيه جديد. العلم مش بيقف على حاجه معينه، وانت بتدفع مره واحده بس ليه اول مره بتشتري فيها الكورس. اي دروس جديده بعد كده هبدا ان انا اضيفها، مش هتدفع حاجه تانية بعد كده. عرفت بقى ليه كورس الاخصائي النفسي المحترف هيغير من شكل التدريب في المجال النفسي مش بس في مصر، في الوطن العربي كله، وهيخلق منافسه قويه بعد كده في التدريبات، وهيرفع كمان سقف التدريبات. افتكر كويس ان انا مش عايزاك تكون زيي، انا عايزاك تكون احسن مني. ما تفتكروش ان انا هكتفي بالموضوع بتاع المقابلات والتقارير وبس كده، اكيد في حاجات تانية هتضاف قدام، لكن دي الستيب الاولى من الكورس. وعشان تعرف اكتر تفاصيل عن الكورس هسيب لكم اللينك بتاع الكورس وكل التفاصيل تحت، ومعاهم كمان الواتساب، او ممكن تلاقي التفاصيل موجوده في البايو في الموجود في البروفايل. وكان معاكم نهله عبد الباقي، اخصائيه العلاج النفسي.